اكبر غلط بيغلطه اي منشئ محتوى على اليوتيوب لما بيكون لسه بادئ، هو انه لما بيلاقي ان الفيديوهات بتاعته ما بيكونش جابت فيوز ولا بيكون جابت مشتركين ولا بيكون جاب اي حاجه، بيبدا يعمل ان هو يغير القناه كلها. يا جماعه الغلط ده غلط كبير جدا. يا جماعه ما حدش غير قناته مهما حصل. انت بص، انت من البدايه خدها قاعده كده: ايه المحتوى اللي انا اعرف اقدمه ومش هغيره؟ اكبر غلط انت بتكون حملت 40 50 60 70 فيديو، تمام، تلاقي الشيطان بقى لعب في دماغك بقى يقعد يقول لك ايه: يا عم طب ما انت القناه زي ما انت ما شايف ايه، مش جايبه همها ومفيش فيوز والدنيا زي الزفت. غير بقى القناه بقى، اعمل لك قناه جديده يمكن تنجح. يا ابني ما هو بالعقل والمنطق كده. مفيش حاجه اسمها قناه لسه في بدايتها مستني منها مقابل، لا، اصبر اصبر. عارف لما يعدي على القناه 6 شهور او سنه اقول لك ماشي، مع ان انا برضو مش هبقى موافق، بس هبدا اقول لك ماشي. لكن انت لسه ما ينفعش بعد اسبوعين ولا شهر ولا حتى 3 4 شهور على القناه وترجع تقول اصل القناه فاشله. يا عم وانت حكمت عليها وانت هي قعدت فتره؟ هي قعدت فتره؟ ما هو بالعقل كده. لو القناه قعدت فتره اقول لك ماشي، انت بقى انت يمكن انت بقى ايه، وبرضه ما تغيرش. اشوف العيب في ايه، اشوف العيب في ايه. انا كنت في بدايتي على اليوتيوب كنت ايه، كان في عيب بيقابلني ان كنت بشغل المروحه اللي فوق وانا بسجل، تمام. فواحد يعني ربنا يكرمه كتب لي تحت في التعليقات: يا محمد على فكره الصوت زي الزفت. فاتكلمت انا وهو، فالمهم قال لي في يعني زي نغمشه في الصوت. بدات اراجع الفيديوهات وراجع كده الدنيا، لقيت ان هي المروحه اللي فوق هي السبب. فاهم؟ طب ما يعني ايه علاقه المروحه بان اسيب القناه؟ هقول لك. ممكن يكون عشان صوتك في الفيديوهات مزعج فمخلي الناس مش مستمتعين بالفيديو. ممكن، وارد جدا. ممكن عشان مثلا اضاءتك مش قد كده. ببدا اعمل، ما هو انت بص، اصل انت من وقت للتاني ما ينفعش تثبت على نفس الريتم اللي انت ماشي عليه، لازم تعمل ابجريد في اي حاجه. المكان اللي بتصور فيه بقى، اضاءه، صوت، تصوير، اعمل ابجريدنج في اي حاجه، اي حاجه، تمام. لكن ما تغيرش قناتك. قناتك هي من الاخر كده شغلك، اعتبرها شغل، تمام. هو انت لما الشغل مثلا بتلاقيه عفرت معاك وما اعرفش ايه هتقول غير الشغلانه؟ لو انت يعني انت عارف تغيير الشغل بيبقى صعب اليومين دول، اعتبر ده نفس القصه. فاهمني؟ فانا نصيحتي ليك ما تغيرش القناه مهما حصل ومهما شفت من عدم فيوز ومهما. لان خد بالك ممكن فيديو واحد يقلب لك القناه كلها، كلها حرفيا. انا عارف انا بقول لك ايه، القناه كلها تلاقي اتقلبت على راسها. في حاجه غريبه حصلت كده في القناه. فهمت الفكره اللي انا قصدي عليها؟ فبكل بساطه يا شباب انا عايزكم تصبروا. الصبر جميل، وزي ما قلت لك هتنجح باذن الله. بس قبل اي حاجه بقى، قبل ما تنجح كده نجحني انا بقى، وانزل حط لايك واشترك في القناه. السلام عليكم.